بدأت أصول الإمبراطورية البيزنطية المبكرة في العصر المسيحي عندما تخلى الإمبراطورية قسطنطين عن المدينة الرومانية المدمرة ونقل قصره الحاكم إلى بيزنطة، وهي مدينة قديمة. وفي غضون 6 سنوات فقط حول قسطنطين المدينة القديمة إلى مدينة جديدة تماما، حيث بنى مبانٍ جميلة وجدران دفاعية وجامعات يعود تاريخها إلى 324 سنة. بحلول عام 330 بعد الميلاد أطلق عليها الإمبراطور قسطنطين اسم نوفا روما، أي المدينة الرومانية الجديدة. وعلى مر السنين عندما توسعت المدينة وغيرت موقعها جزئيا، سميت فيما بعد باسم القسطنطينية على اسم مهندسها المعماري، واليوم مدينة إسطنبول التركية. إنه مكان رائع. خلال الجزء الأول من القرن الرابع تعرضت روما للهجوم دائما من قبل القبائل البربرية التي هرعت من الشرق، وشجعت الإمبراطور الروماني قسطنطين على نقل عاصمته إلى المدينة البيزنطية، حتى أصبحت مدينة قديمة غير مناسبة للعيش، التي كان عمرها آنذاك في 330 ميلادي حوالي 1000 عام، وأسست على يد بيزاس اليوناني عام 657 قبل الميلاد. اختار الإمبراطور قسطنطين بيزنطة لأنه أعجب بموقع المدينة، وكانت الجوانب الثلاث الأخرى محمية من البحر والهجوم من الغرب. وفي 337 تم تعميد المدينة كمدينة مسيحية. بحلول ذلك الوقت المهندسين المعماريين والمهندسين حولوا المدينة القديمة إلى قلعة جديدة ذات حصون قوية منيعة ضد العدو. استمرت مدينة بيزنطة في كونها مملكة قوية تقود العالم القديم مع العديد من عناصر إمبراطورية مزدهرة، مثل الثقافة العالية والاقتصاد القوي والهندسة المعمارية المذهلة والقادة الأقوياء، وكانت حصنا منيعا ضد جميع الغزوات التي شنت عليها حتى بعد نقلها إلى القسطنطينية التي سقطت عام 1453 من قبل الإمبراطورية العثمانية. عندما تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرق وغرب، عاش البيزنطيون وتشكلوا في الشرق، لذلك انفصلوا رسميا عن الإمبراطورية الرومانية، وأسسوا إمبراطوريتهم الخاصة المستقلة سياسيا وعسكريا، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر
الإمبراطوريات في التاريخ. اعتمدت الإمبراطورية البيزنطية على ماذا؟ على القوى العسكرية والسياسية لتوسيع أراضيها والسيطرة والنفوذ، وكان معظمهم يتحدثون اللغات اليونانية والإنجليزية، لكنهم أطلقوا على أنفسهم اسم اسم جديد، اعتبروه اسما جديدا يناسبه ألا وهو رومانوي أو الرومان. واستمرت قوانين وعادات الإمبراطورية الرومانية في تطبيقها على بيزنطة، واستمرت الإمبراطورية البيزنطية إمبراطوريتهم الرومانية حتى سقوط القسطنطينية. وبمرور الوقت وتغير إحداثيات المدينة خلال 1000 عام، أصبح يطلق عليها القسطنطينية نسبة للإمبراطور قسطنطين مؤسس الإمبراطورية، وأصبحت تضم مقر بطريركية الكنيسة الأروثوذكسية الشرقية بكنيسة آيا صوفيا، قبل أن تسقط في يد العثمانيين بقيادة محمد الفاتح العثماني في عام 1453، الذي أطلق عليها اسم إسلام بول، ثم أطلق عليها العثمانيون الأستانة، قبل أن تصبح مدينة اسطنبول التي لا تزال حتى اليوم أكبر مدينة في تركيا وأكثرها ازدحاما بالسكان، على الرغم من كون أنقرة العاصمة الوطنية